السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. متابعيني الحلوين اللي بيتابعوني من كل مكان، مشرفيني ومنوريني، وجودكم على راسي من فوق. والكل اللي ما اشتركش في قناتي اتمنى ان انتوا تشتركوا فيها، وهتنزلي تحت الفيديو على كلمة اشتراك اللي مكتوبة باللون الأحمر، وكمان هتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد من يومياتي. النهاردة بقى يوم جديد مليان طاقة ونشاط وحيوية ونظافة، يعني ريحة النظافة كده في كل مكان. احلى حاجة النظافة، واحلى حاجة النشاط، واحلى حاجة ان انت تقومي من نومك تعملي شغلك بقى وتعملي كل اللي وراكي، وبعد كده تقعدي مرتاحة. حتى لو انتي مبتصحيش بدري مش مشكلة، اهم حاجة ان انتي تقومي من نومك تعملي اللي وراكي. ما تسيبيش حاجة يعني وراكي، لان في ناس طبعا عندها ظروف ما بتقدرش تصحى بدري، زي مثلا يكون عندك بيبي صغير بيسهرك طول الليل، او مثلا واحدة يكون جوزها بيسهر بره فما تقدرش تنام الا لما يرجع. فكل الحاجات دي طبعا بتخليها تضطر ان هي تسهر. في كمان ناس اتعودوا ان هم يسهروا فمش قادرين يبطلوا العادة دي، مع انها عادة وحشة جدا، وانا واحدة منهم. بس يعني بحاول ان انا اظبط نومي وان انا اصحى بدري وكده. ولما قررت ان انا انفذ الخطة وانام بدري واصحى بدري واظبط نومي وكده، ربنا كرمني ببنوتي، ربنا يخليها لي يا رب. صغيرة طبعا فبتسهر بالليل وبتنام بالنهار، وبتسهرني طبعا معاها، فما بقدرش انام الا الصبح. الحمد لله دلوقتي تكبر ان شاء الله وابدأ بقى اظبط نومي. المهم بقى تعالوا ندخل الفيديو ونشوف انا عملت ايه. انا صحيت من النوم، فطرت بقى فطار خفيف وكده، وبعدين لقيت نفسي مصدعه، لاني زي ما بقول لكم ما بنامش الا كام ساعه الصبح، وطبعا ما بيكفوش، ما لهمش اي لازمه، لان نوم الليل لا يعوض يا جماعه. فقلت اما اعدل بقى دماغي بكوبايه قهوه عشان اعرف اشتغل واعمل كل اللي ورايا. عملت كوبايه القهوه وشربتها، وبعد كده دخلت على المطبخ اشوف ورايا ايه. ده فول يا جماعه، انا كنت منقعاه من بالليل وهعمله يعني مدمس وكده، عشان انا ما بحبش اشتري الفول بتاع بره. يعني بحب اعمل كل حاجه على ايدي وكده، يعني نفسي ما بتقبلش الحاجات بتاعت بره، وحاجه البيت بتبقى نظيفه ومضمونه، وانتي بتبقي عاملاها على ايدك وعارفه نظافتها وعارفه جودتها، فاضمن حاجه اكل البيت. فيعني قررت ان انا اعمل فول مدمس وكده، فطبعا لازم انقعه في ميه من بالليل عشان لما اجي اسويه الصبح يبقى سهل معايا وما ياخدش سوا كتير. يعني خدته كده وشطفته بشويه ميه تاني غير الميه اللي كان متنقع فيها، شطفته كده كام شطفه، وهعلقه على النار علشان يستوي بقى براحته. عايزه اقولك هتاكلي احلى فول من تحت ايديكي، نضيف ومضمون، وعارفه جودته ايه، ومعمول تحت ايديكي احلى من بتاع بره. بس هتشوفي دلوقتي في الفيديو انا هعمل ايه وهحط له ايه، وهيطلع احلى فول ان شاء الله. عايزه اقول لكم حاجه، يعني نرجع تاني لموضوع الصحيان بدري والنوم بدري والكلام ده. عايزه اقولك ان انتي حتى لو واحده من الناس اللي هي ما بتصحاش بدري وبتنام وبتصحى متاخر، مش مشكله. انا عارفه ان الموضوع ده يعني في ناس كتير بتعمله، ان هو يسهروا بالليل ويصحوا متاخر. هو الموضوع ده مش محبوب او منصحش بيه. يعني يفضل ان انت تنامي بدري وتصحي بدري، لان ده سنة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكمان الصحيان بدري فيه الرزق وفيه البركة وفيه كل حاجة حلوة، هيبقى يومك طويل وهتقدري تعملي فيه كل شغل بيتك وهتخلصي فيه كل حاجة وراكي. ولكن لو انت عندك ظروف ما بتقدريش تنامي بدري وتصحي بدري، زي ان يكون معاكي طفل مثلا بيسهرك، او اي ظرف من اللي قلت عليهم، او مثلا انت اتعودتي على السهر ومش قادره تبطليه، يبقى نامي يا ست براحتك زي ما انت عايزه الصبح ان شاء الله حتى تصحي مع العصر. بس اهم حاجه بعد ما تقومي ما تسيبيش اللي وراكي، ما تسيبيش شقتك كده هايصه ومكركبه ومواعينك في الحوض وتقعدي بقى منتخه ومكسله. انا عارفه ان الصحيان متاخر بيخلي الجسم مكسر وهمدان، وما فيش اي صحه ان انت تعملي اي حاجه، عارفه. لكن عايزه اقولك لا، ما تعمليش كده وما تسلميش للكسل والتعب. اول ما تصحي من النوم على طول تستعيذي بالله من الشيطان كده، وطبعا هتبقي مش مصليه تتوضي وتصلي، وتشوفي ايه اللي وراكي بعد كده.
وتروقي شقتك وتنضفي مطبخك وتبقي ايه الدنيا معاكي فله. عشان بعد كده تعملي اكلك وشربك وتعملي كل لوازم بيتك. وبما انك بتسهري يبقى ايه، يعني طول ما انت سهرانة تفضلي شغالة في شقتك عشان تخلصي كل اللي وراكي. ما ينفعش تنامي وبعد كده تقومي كمان بعد ده كله تسيبي اللي وراكي، تلاقي نفسك مدروخة ومكسلة وما عندكيش طاقة وتسيبي شغل بيتك. لأ، نصيحة مني، اول ما تصحي من النوم ايا كان الوقت اللي بتصحي فيه ترتبي حالك وتنظمي وقتك وتعملي شغل بيتك كله، وتبقي بعد كده فاضية وما وراكيش اي حاجة. طبعا هيبقى وراكي اكل عايزة تعمليه، معاكي غسيل عايزة تغسليه، معاكي مواعين في الحوض عاوزة تشطبيها وتغسليها، شقتك مثلا مكركبينها ولادك من بالليل. احيانا يعني بنبقى احنا منظفين وكده ومرتبين الدنيا كلها، وقبل ما يناموا الولاد بيكركبوا الدنيا وبهدلوها. فبتصحي الصبح طبعا محتاجة ان انت تنظفي الحاجات دي وترتبيها. فزي ما انا بقولك كده، اول ما تصحي من النوم تصلي فردك وتعملي كل اللي وراكي، عشان بعد كده تبقي مرتاحة وفاضية وما وراكيش اي حاجة. حتى لو عندك اكل مثلا في التلاجة ومش محتاجة ان انت تعملي اكل، يبقى اليوم عندك فاضي ويعني فاضية، اللي هو معاكي اي حاجة عايزة تعمليها، عايزة تهتمي بنفسك، عايزة تعملي اي مصلحة، تبقي فاضية وما وراكيش حاجة. ادي الفول بتاعنا اهو، حطيته على النار يغلي، وقمت عصراله ليمونة واحدة بس، وكنت مقطعة طماطم مكعبات نزلت بيها على الفول، وكمان شوية رز يعني مغسولين وحطيتهم كمان عليه، وسبتهم بقى يعيشوا الحياة مع نفسهم. طبعا لو عندك جزر تحفة جدا في الفول، بيخليه لونه فاتح وجميل. بس انا للاسف ما كانش عندي جزر فما حطيتش، مش مشكلة، ما توقفيش الطبخة على حاجة مش موجودة عندك، اتصرفي واعملي كله ينفع. هو يعني قلته مش هتأثر عليه في حاجة، ولكن لما نحطه برضو هيبقى افضل زي ما انا قلتلك، هيخلي لونه فاتح وجميل. هنبشره بشر، لو انت يعني عندك جزر وهتحطيه، هتغسليه طبعا كويس وتقشريه وهتبشريه بالمبشرة كويس جدا، عشان يبقى قطع رفيعة ويستوي مع الفول، وهتضيفيه على الفول وهيستوي معاه ويندمج مع بعض وهيخلي لونه فاتح وجميل. بس احنا مش عندنا يبقى مش مشكلة، خلاص اللي حطيناه ده هيأدي غرض وهيطلع الفول برضو معانا جميل وحلو وهيبقى دايب دوب. اهم حاجة ان انت زي ما قلتلك ان انت تسيبيه متنقع من بالليل، وبعد كده تسيبيه يستوي براحته على النار، عشان يبقى يعني دايب كده وناعم معاكي وما يبقاش عامل قشر ولسه ناي وناقص سوا. زي ما انتوا شايفين اهو، حطيت الفول على النار وقلت انضف حاجات في المطبخ حواليا. زي ما قلتلكوا قبل كده، لازم المطبخ ايدك تبقى فيه على طول، لان المطبخ يعني من اكتر الاماكن اللي قابلة للاتساخ والدهون، لاني طبعا بنطبخ فيه وبنعمل فيه اكل وكده، فالبخار بتاع الاكل وبتاع النار بيطلع على الحاجات اللي موجودة في المطبخ مع التراب اللي داخل من بره. طبعا الجو مليان تراب والتراب بيدخل من اي حتة، فالتراب مع الدهون دي بيعمل اتساخات. طبعا لو احنا سيبناها هتتراكم على بعضها، يعني هتتراكم الدهون كده الاول وبعد كده يجي عليها التراب، فطبعا تعمل اتساخات زي ما انتوا بتشوفوا مطبخكم بقى بيبقى عامل ازاي. فلازم طبعا ايدك تبقى فيها على طول الحاجات دي وتنضفيها باستمرار، علشان ما يبقاش معانا منظر فظيع بعد كده نتعب في تنظيفه وياخد معانا وقت ومجهود. كل اسبوع او مش هقولك كل اسبوع، انا عن نفسي واحدة يعني مش بخصص يوم معين انضف فيه مثلا المطبخ او اعمل فيه تنظيفة عميقة او كده، لا، انا ايدي شغالة فيه على طول. طول ما انا في المطبخ، طول ما انا بطبخ، طول ما انا بعمل اي حاجة تلاقيني بمسح بلمع بنظف حواليا. ممكن مثلا ارتب درج في المطبخ، ممكن ارتب ظرفة مثلا وامسحها من جوه وانظمها. فيعني مش بخصص له يوم معين اتعب فيه بقى ويتهد حيلي والكلام ده، فدايما تلاقيني شغالة على طول في اي حاجة. ولكن بيجي يوم كده
مهما كنتي شغالة على طول في المطبخ وبتنضفي فيه، بيجي عليكي يوم تحسي ان انتي عايزة تنضفي المطبخ من كل حاجة كده، زي ما احنا هنعمل دلوقتي، اللي هو تغسلي الحيطان، تلمعي البرطمانات والحاجات اللي موجودة في المطبخ، الحاجات كلها اللي موجودة فيه حواليكي، تغسلي البوتاجاز غسلة كده نظيفة يعني محترمة، يعني حاجات زي كده بقى، غير النظافة العادية اللي احنا بننضفها كل يوم. اصل الدهون دي اصعب حاجة في النظافة، يعني لو اتراكمت معاليك الدهون في المطبخ هتلاقي كل حاجة صعب تنظيفها، وهتتعبي فيها، وهتاخد منك مجهود، وهتاخد منك وقت، وهتبقي انتي حاسة نفسك مكسلة اصلا ان انتي تنضفيها من كتر ما هي اتراكمت على بعضها. فيعني احسن ان انتي تبقى ايدك فيها على طول باستمرار. دي ملوخية كانت امي بعتها لي، ربنا يديها الصحة. ما كانش عندي ملوخية بقالي فترة، وقلت لها يا ماما ما عنديش ملوخية، والحمد لله بعتت لي، ربنا يخليها لي ويديها الصحة يا رب. من غير امهاتنا ولا نسوى اي شيء، امك هي اللي بتشيل همك وبتحس بيكي لما بتكوني محتاجة حاجة او نفسك في حاجة. ربنا يحفظهم ويديهم الصحة والعافية يا رب، ويبارك لنا فيهم يا رب، اللهم امين. بصوا عايزه اقول لكم حاجه، انا سلفتي كل ما بتدخل عندي بتقولي هو انت ما بتطبخيش حاجه، ما بتعمليش اكل، ما بتكركبيش الدنيا، كل ما بدخل بلاقي الرخامه نظيفه وما فيش حتى عليها معلقه. عايزه اقول لكم انا شويه نصايح كده انا بعملها في مطبخي، بتخليه على طول مترتب ومتوضب وما فيهوش اي كركبه. اول حاجه طول ما انا شغاله في المطبخ زي ما قلت لكم، ما بقفش كده اتفرج على الطبيخ وهو بيطبخ، لا انا بحط الاكل على النار واروح على الحوض بقى، لو في اي مواعين حواليا بغسلها طول ما انا فاضيه، طبعا مش ورايا حاجه بره، او العيال مش شاغليني في اي حاجه. بتلاقيني احط الطبيخ على النار، وجنبي وانا واقفة على الحوض اغسل بقى المواعين الموجودة معايا، كل ما احط مواعين بغسلها. طبعا طول ما انت بتطبخي لازم بيبقى فيه مواعين، فلازم تبقى ايدك شغالة فيها اول باول، علشان اول ما تخلصي طبيخ تلاقي الحوض فاضي ومفيهوش مواعين، لكن او على الاقل هيبقى فيه شوية مواعين قليلين اللي انت كنت شغالة فيهم اخر حاجة. لكن لو انت هتفضلي تطبخي وترمي في الحوض، تطبخي وترمي في الحوض، هتيجي اخر النهار بعد ما تخلصي طبيخ تلاقي الحوض ده للسقف، وهتلاقي ملكيش نفس تغسليه، وانت اصلا هتبقي تعبانة من الطبيخ ومن الوقفة طول النهار، فهتحسي نفسك مرهقة وملكيش اي مزاج تغسلي. وده اغلب اللي الناس بتعمله بتأهمل في مطبخها وفي مواعينها وكده بسبب الموضوع ده. لكن عايزه اقولك لا، طول ما انت شغاله واقفه في المطبخ ايدك تبقى شغاله في المواعين وفي الحوض وفي اي كركبه حواليكي، مثلا فضي اي حاجه تكون عايزه تفضيها وتشيليها، تسوي حاجه هنا حاجه هنا، المهم ان انت تبقي شغاله كده كده انت واقفه في المطبخ. ده الفول بتاعنا اهو بعد ما استوى، لونه فاتح وجميل مش مزرق ولا اي حاجة، وكمان دايب من جوه وناعم. انا لما باجي كده بعمله بالمعلقة بيتعمل معايا على طول، يعني ما شاء الله عليه. هنا كان برد معايا، وانا بقى كده بعبيه في علب صغيرة عشان احطه في الفريزر. انا بحطه كده في علب صغيرة يعني على قدنا، علشان كل ما نحتاج ان احنا ناكل فول اطلع علبة زي كده صغيرة، على قد ما احنا هنعملها، ما تكونش كبيرة، واطلعها واخد منها وتفك بقى وارجع احطها تاني والكلام ده. فيستحسن ان انت تحطي الكمية اللي انت بتحتاجيها على قدك وتطلعيها مرة واحدة، لان انا طبعا بعينه في الفريزر واول ما بحتاج بطلع منه. احسن حاجة انه اكلك يبقى في بيتك، ما تفضليش بقى من كل ما تعوزي تاكلي فول او تفطري الصبح تطلعي تنزلي وتشتري او تبعتي حد يجيبلك، وزي ما قلتلكوا اكل بره مش مضمون وما تعرفوش معمول ازاي وما تضمنيش نظافته. فاحلى حاجة ان انت تبقي عاملة حاجتك على ايدك في البيت وعارفاها. خلاص كده عبينا الفول وشيلناه في الفريزر، ونضفت كده حوالين المطبخ زي ما انتوا شفتوا، لمعت البرطمانات ولمعت الحاجات اللي حواليا كلها وغسلتها. ندخل بقى على البوتاجاز.
طبعًا أنا كنت والدة ونايمة وتعبانة مش قادرة أقوم أعمل حاجة، وكان البوتاجاز بيتراكم عليه الدهون في العيون بتاعته زي ما أنتم شايفين كده، وأول ما آجي أشغّل النار أو حد يشغّل النار، طبعًا الدهون دي كانت بتتحروق وتعمل السواد اللي أنتم شفتوه ده في العيون، فده كان مضايقني جدًا. ما صدقت إن أنا شديت حيلي كده وقدرت أقوم وأقف على رجلي وأشتغل، وقلت بقى ما بدهاش، لازم أنضف البوتاجاز عشان نفسيتي ترتاح، لأني كنت كل ما أغسله كده يعني على الماشي، وبحس إن هو برضو مش عاجبني ومش مقتنعة بيه وحاساه مضايقني جدا. فقررت في يوم إن أنا أتعب بقى وأقفله وأغسله عشان يعني إيه، أحس إن نفسيتي ارتاحت وما بقاش متضايقة، واحس ان هو نضف بجد. فشلت العيون زي ما انتوا شفتوا اهو، حطيتها هنا على الصاجة بتاعة البوتاجاز ورشيت عليها منظف للبوتاجاز او سترس. هو اسمه سترس، يعني انا بستخدمه لأي غرض، يعني بيشيل الدهون، بيستخدم كده للبوتاجاز زي ما انتوا شفتوا اهو. اي حاجة بتعوز تستخدميه ليها بتستخدميه، هو كويس يعني نوعا ما بيأدي غرض، يعني بيسهل عليك ان انت تنضفي الدهون دي بدل ما انت تفضلي تدعكي بايديكي وكده، هو بيسهل شوية. فرشيت عليه وسبته شوية قد 5 دقايق كده، وفضلت ادعك اهو زي ما انتوا شايفين، نضفتهم كلهم من كل الدهون والسواد اللي كان فيهم. كمان هغسل الصاجة بتاعة الفرن اهو، هنضفها كويس من اي حاجة عليها. على فكرة احنا ما كملناش موضوع نظافة المطبخ. زي ما قلتلكوا اول حاجة تعمليها عشان تحافظي على نظافة مطبخك باستمرار، ان انت طول ما انت بتطبخي ايدك تبقى في المواعين، بحيث تخلصي مواعين يبقى حوضك فاضي او ما فيهوش اي حاجة، او حتى لو اتبقى كام طبق يعني بعد الاكل يبقوا سهلين عليكي وتغسليهم بسرعة وتبقي كده خلصتي. تاني حاجة لازم تبقى يعني ايدك في الحاجات اللي في المطبخ حواليكي، دايما تمسحيها تنضفيها، البرطمانات، الحاجات بتاعت الأطقم بتاعت التوابل، اي حاجة متعلقة حواليكي على الرخامة محطوطة، لازم تغسليها اول باول او تمسحيها باستمرار كل يوم او كل يومين على الاقل. كل ما تلمعي كده وتنضفي تفوتي ايدك فيها هتبقى نظيفة على طول، مش هيتراكم عليها الدهون ولا الأتربة. بعد كده الرخامة، الرخامة لازم تتنضف. في ناس كتيرة بتنضف المطبخ وتغسل المواعين وتسيب الرخامة زي ما هي، عليها مية، عليها بواقي أكل، عليها أي فتافيت وانت بتطبخي. طبعا ده غلط وما ينفعش. نظافة الرخامة من ضمن نظافة المطبخ، بتحسسك ان انت فعلا نظفتي المطبخ. فلازم برضو ايدك تبقى فيها على طول، لازم تبقى مخصصة قماشة كده ناعمة وتكون نظيفة وتغسليها على طول، او فوطة وتمسحي بيها الرخامة وتلمعيها جنبك. يعني لو جه عليها شوية مية، وقع عليها شوية اي حاجة وانتي بتستخدمي الاكل او بتطبخي، تمسحي على طول باستمرار، هتبقى الرخامة نظيفة ومتلمعة وما فيهاش اي حاجة. بعد كده لو عندك اي كراكيب في المطبخ، اي حاجات ملهاش لازمة، تخلصي منها يعني فورا، ما تخليهاش في مطبخك، ما تخليش مطبخك مكركب وهايس كده على الفاضي، خصوصا لو مطبخك صغير يعني مش بيبقى مستحمل اساسا. عندك اي كراكيب هنا ولا هنا، شيليها وتخلصي منها طالما هي ملهاش لازمة. ولو ليها لازمة حاولي ان انتي تداريها في اي مكان، حاولي ترتبيها، حاولي تنظميها جوه الادراج او جوه الدولاب مثلا بتاع المطبخ، ما تخليهاش برضو في الوش كده، ما تمليهوش كياس وعلب وحاجات كده تبقى مكركبة الدنيا حواليك. خليه هادي كده ومرتب، وما فيهوش غير الحاجات اللي انتي بتستخدميها اللي هي موجودة على الرخامة كده، وتبقى مترتبة ونظيفة. بالشكل ده مطبخك برضو هيبقى شكله جميل ومرتب ومفيهوش اي كراكيب طالعة ولا داخلة. بعد كده كمان البوتاجاز من ضمن نظافة المطبخ، لازم تحافظي عليه وعلى نظافته. ما ينفعش تغسليه كده من فوق وخلاص اللي هو من جوه البوتاجاز كده من فوق وبس، لا، لازم تاخدي بالك من نظافة العيون زي ما انا اهو بغسلها قدامكم. تخلي ايدك فيها باستمرار، كل ما تحسي ان هي هتبقى وهتعمل علامات سودة تشيليها وتغسليها، يعني هتفوتي ايدك كده بالسلكة فيها، هتحسي ان هي بتنضف معاكي بسرعة ومش هتاخد معاكي وقت، وهتفضل نظيفة معاكي على طول.
وهتخلي البوتاجاز ينور. لكن لو انت هتغسلي الارضية بتاعة البوتاجاز وبس وتسيبي العيون، هتحسي ان هو منضفش اصلا وملهوش اي شكل ولا اي منظر. وكمان حوالين البوتاجاز يعني البوتاجاز من تحت، الباب بتاع البوتاجاز والازاز بتاعه من ورا والجوانب بتاعته، الحاجات دي كلها برضو لازم تتغسل من ضمن غسيل البوتاجاز. ما ينفعش تغسلي ارضية البوتاجاز من فوق وتسيبي كل الحاجات دي، كده غلط. كده البوتاجاز هيبقى وحش معاكي ومش هيبان عليه اي نظافة. عارفة لما تغسليه كله زي ما انا قلتلك اهو، تغسلي الباب بتاعه وتغسلي الازاز من ورا وتغسلي الجوانب بتاعته والعيون وكل حاجة، هتلاقيه منور كده بيبرق، هتبان عليه فعلا النظافة. فلازم يا جماعة تبقى نظافتكم يعني عميقة كده، ما يبقاش اي شغل واي كلام وخلاص، لا، لازم تنضفي بضمير وتنضفي الحاجة تبقي مقتنعة بيها ان هي فعلا نضفت وبقت جميلة ومنظرها حلو. ما ينفعش تعمليها كده وخلاص اي كلام، اقلب ويلا. طالما هتنضفي وهتشتغلي في المطبخ او في اي مكان، يبقى تنضفي كويس عشان تبقي مرتاحة بعد كده، ما تحسيش ان انتي قلبتي الحاجة كده وخلصتي، لا، تبقي عملتيها بضمير. وكمان عشان نبقى عملنا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، فلازم نبقى متقنين في عملنا. خلاص اتفقنا كده. لو انتي عملتي كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي في المطبخ، هتلاقيه والله مرتب على طول ومنظم ومفيهوش اي كراكيب ولا اي حاجة، وهيبقى نضيف على طول ومش هتتعبي في تنظيفه. انا هيبقى اهو سهل غسلت معاكي معاكم وبسيط خالص، ومش هيبقى عيون المطبخ البوتاجاز يعني ونضفتها بالنسبة لك كويس كابوس وشطفتها زي ما وسبتها بيبقى تتصفى من بالنسبة لكل المية الناس. وتنشف. وغسلت كمان الحاجات بتاعة الفرن اهو من جوه، ورحت بقى على البوتاجاز عشان اغسله وانضفه. كنت انا حاطاله لزقه كده من ورا فيها رسمه زي ما انتوا كنتوا شايفينها، شلتها، يعني زهقت من شكله وحبيت ان انا اشيلها واخلي شكل الازاز على كده احلى. بس طبعا هي متعبة، ما بتتشالش بسهولة، خدت مني مجهود جامد وانا بشيل فيها. قعدت اطلعها لحد ما طلعت روحي، بس الحمد لله. قلت لها يانا يانتي، وجبت السكينة بتاعتي وجبت السلكة الاستانلس واشتغلت بقى ايه، اغسل وانضف واشيل لحد ما شلتها. والحمد لله انا اللي انتصرت في الاخر. نضفتها خالص وطلعتها خالص، ما بقاش ليها اي اثر. لقيت منظر البوتاجاز كده حلو وحسيت ان هو منور كده عامل زي المراية. غسلت مكانها طبعا كويس ونضفتها. ورا البوتاجاز طبعا، الحيطة اللي ورا البوتاجاز معروف ان هي بتبقى مليانة دهون وترسبات بسبب البخار بتاع الاكل، فلازم برضو تتغسل باستمرار. ما ينفعش تسيبيها يتراكم عليها الدهون وتتعبك بعد كده. لازم تمشي فيها ايدك كل فترة، يعني وانتي بتغسلي البوتاجاز كده. لو انتي ايدك في البوتاجاز على طول وبتغسليه باستمرار، مش بتخلي دهون تتراكم عليه، لان عارفة الدهون لما بتتراكم في البوتاجاز وتيجي انتي بعد كده تشغلي النار عشان تسوي الاكل، فالدهون دي بتتحرق فبتعمل السواد اللي انتي بتشوفيه، والسواد ده بيلزق بقى في البوتاجاز وما بيرضاش يطلع منه ابدا. يعني طبعا مع تراكم دهون ودهون ودهون ورا بعض، هتلاقيها بقت مصيبة جامدة، مستحيل تقدري تطلعيها. فانا كنت بقول ايه، كنت بقولك ان انت لو بتغسليه على طول باستمرار وايدك فيه، مش هيحتاج منك منظف ولا مية نار ولا اي حاجة عشان تغسلي بيها البوتاجاز. بالعكس هيبقى سهل معاك زي ما انا قلتلك، وهتبقى يعني هتمشي ايدك كده فيه هتلاقيه نضف معاك وبقى زي الفل. بس انا يعني استخدمت سيترس ده في العيون، لان انا قلتلكوا ان انا في فترة الولادة كنت نايمة طبعا وتعبانة، فما كنتش قادرة اغسله. كنت يعني كان اللي عندي بيغسله كده على الماشي وخلاص. فلما قمت وشديت حيلي جيت اغسله، لقيته هيبقى متعب شوية وهياخد مني مجهود ان انا ادعكه بالسلكة وانضفه. فرشيت عليه المنظف ده بتاع الدهون، سهل عليا شوية في الغسيل يعني وكده. عارفة لو انتي مش هتهتمي بنظافة البوتاجاز وغسيله وكده، هتلاقي العيون بتاعته يعني ما بقتش شغالة كويس والنار بتاعته بطيئة.
لان الفوم بتاعته هتتسدد من كتر الدهون ومش هتلاقيه شغال معاكي كويس، وبالتالي كفاءته هتقل وهيضعف معاكي. عشان كده بقولك لازم تهتم بنظافته كويس جدا وبغسيل كل حتة فيه. انا عندي الازاز ده يا بنات مش عارفة اطلعه ولا افكه عشان اغسله من جوه، عندي الدهون والمية بتنزل جوه البوتاجاز جوه الازاز نفسه من جوه وللاسف انا مش عارفة افكه ابدا، مش لاقياله اي فكة، فيعني مش عارفة انضفه من جوه، وده مضايقني جدا جدا، لان كل ما بفتح الفرن بتاعة البوتاجاز بحس ان انا يعني بحس ان هي مش نظيفة. زي ما انتوا شايفين البوتاجاز اهو خلص معايا بقى تمام، بقى يعني فله بسم الله ما شاء الله عليه. هي طبخة واحدة وهيرجع زي ما كان، بس مش مشكلة نغسله تاني. والحيطة طبعا اللي جنب البوتاجاز زي برضو لازم تتغسل باستمرار زيها زي البوتاجاز، او على الاقل كل كام غسلة بوتاجاز تفوتي ايدك فيها، لان هي برضو بيتراكم فيها الدهون، ومع الوقت بتلاقيها بقعت وعملت نقط كده لكن لو كل ما صفرة تغسلي البوتاجاز بسبب الزيوت تمشي ايدك والدهون عليها والحاجات هتلاقيها دي، سهلة جدا ومش فبتلاقيها هتتعبك صعب في ان اي هي حاجة. تطلع معاكي زيها زي البوتاجاز. طبعا لازم لو في حاجة عندك في المطبخ بتتزحف تكنسي مكانها، تشيليها وتكنسي مكانها وتمسحي كويس، لان يعني بيدخل تحتها فتافيت وحاجات كده يعني في المطبخ، من الحاجات اللي بتقع في المطبخ فلازم تزقيها كل فترة وتنضفي تحتها وتمسحي كويس عشان تبقى كل حاجة عندنا نظيفة، ما تعملش روايح، ما تعملش اي كمكمة ولا اي حشرات ولا اي حاجة. انا بالنسبه لي يا جماعه ببقى مرتاحه ونفسيتي زي الفل طول ما الحاجه بتاعتي نظيفه. وحتى يعني يعني بصوا، مش بحب انضف كده على الماشي فوق فوق، لا، بحب انضف كويس وانضف بضمير. مهما نضفت تنظيف على الماشي بحس ان المكان مش نظيف او مش عاجبني، لازم انضف كل حته وكل حاجه وكل فتفوته في المطبخ او في الشقه او في اي مكان عشان احس ان انا مرتاحه. وبكده المطبخ بتاعنا يكون خلص وبقى نضيفه زي الفل. وكمان الفيديو بتاعنا خلص، لو عجبك واستفدت منه بأي معلومة ما تنسيش تعملي له لايك، وكمان تعملي اشتراك في قناتي وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد من يومياتي. اشوفكم على خير في رعاية الله.